تغرد الطيور فرحانة بالنور، تقول في سرور ما أجمل الضياء والحقل والزهور. في الصباح تغرد الطيور. بكار يا ولدي، انت لسه ما نمتش؟ ايوه يا امي، هخلص مذاكرة النص ده واقوم احضر شنطتي وانام على طول ان شاء الله. قول يا بكار، انت ما كنتش بتذاكر قبل كده؟ انا عارفه انك بتذاكر على طول. ايوه طبعا يا امي، اني بذاكر اول باول، لكن عشان عندي امتحان بكره فقلت اراجع شوي. راجع يا ولدي، ربنا معاك، تصبح على خير يا بكار. وانتي من اهله يا امي، لو سمحتي بقي صحيني بدري عشان اصلي الفجر قبل ما اروح المدرسه. ان شاء الله يا ولدي. أما شوطة يا ولدي يا حسونة. بتعمل ايه؟ براجع اللي ذاكرته يا حسونه. بتراجع اللي ذاكرته؟ يعني ذاكرت يا بكار وكمان بتراجع؟ يا اخي ريح نفسك شوية وتعالى العب معايا احسن لك، وبعدين يبقى ذاكر براحتك بقى. يلا يا بكار. امال وانت عملت ايه بقى يا حسونه؟ ذاكرت ولا لا؟ قول. طبعا ذاكرت. امال ايه؟ يعني هتعرف تحل بكره في الامتحان؟ انت بتقول ايه يا بكار؟ اني هعرف احل، ولو ما عرفتش البركه فيك تساعدني. اساعدك؟ تقصد ايه؟ انت ذاكرت يا جماعه بطلوا كلام شويه، المدرس جاي والامتحان هيبتدي. انا ذاكرت امبارح. هاي يا جماعه. يا حسونه، ازيك يا بكار؟ ذاكرت كويس؟ ايه يا حسونه فيها؟ بالراحه يا اخي. هقعد جنب بكار عشان عندنا امتحان، وبكار محتاج انه يغش مني عشان اني مذاكر. انا غش؟ امال اني اسمع يا حسونه، انا عارف ومتاكد ان بكار مذاكر كويس، وانت اللي عايز تغش منه، وانا سايب لك المكان ورجع ورا عشان لو شفتك بتغش هقول للاستاذ. قيام، أرجو أنكم تكونوا استعدتوا كويس لامتحان مادة اللغة العربية، ودلوقتي هوزع عليكم ورق الأسئلة، كل واحد فيكم يقرأ ورقته كويس قبل ما يجاوب، مش عاوز حد يغش يا أولاد، مفهوم كلامي؟ فاهمين يا استاذ؟ اني مش هغشش بكار، ما تقلقش، اطمن خالص. انت يا ولد يلي اسمك فارس يلي قاعد في اخر دكة، انا مش عاوز تهريج اثناء الحصة، في امتحان، كله يركز، كله يستعد. الامتحان سهل قوي. مش عاوز صوت. سهل قوي، بس انا مش عارف احل يا بكار. بكار الحقني. كله يجاوب في سره. بكار انت يا بكار، بص امال. بكار انت بتداري ورقتك ليه؟ مش شايف؟ الله. ايه يا حسونه، عايزه دلوقتي؟ عايز الاجابه. المفروض يلا. تكون ذاكرت يا حسونه. الغش حرام، لازم تكون معتمد على نفسك يا حسونه في الامتحان. هو احنا مش اصحاب تتخلى عني وانا محتاج لك؟ وبعدين سامع صوت. حاضر يا حسونه، بس عشان تكون عارف ان الغش كده غلط. انا عارف كل حاجه، هات بس خليني اشوف الاجابه. اتفضل يا حسونه، يلا انا عايزه اخلص. تاخد بس شويه كده وانت خطك مش واضح، هنجل ازاي؟ انتوا الاتنين امتحانكم ملغي، وتفضلوا اطلعوا برا. معقولة بكار بيغش؟ لا ده حسونه. سكوت. ابعد عني يا حسونه، انا بقول لك اوعى. كل ده بسببك يا اناني، انت مش طيب ابدا. انا زعلان. انت زعلان؟ ده انا امتحاني اتلغى بسببك، المفروض اني اللي ازعل. لو كنت وافقت من الاول انك تغششني ما كانش المدرس خد باله، لكن ازاي؟ لازم تعمل نفسك امين على حسابي، انا صاحبك المخلص، اوعى تكلمني تاني، فاهم؟
بتاعي بسبب حسون.